تعالى بقى نكمل سلسلة أسئلة عجز عنها طلاب ثانوية عامة. السؤال اللي قدام حضرتك ده جه 2022. طبعا الناس طلعت برضو، في ناس كتيرة طلعت تصوت منه، ولكن زي ما انت شايف كده حل الأول وبعد كده شوف الحل بتاعنا هيبقى ايه. يلا بينا. بص يا سيدي، انا عندي طبعا هنا، تعال نقرا السؤال كده مع بعض. Don't worry your phone dots by tomorrow morning. طيب جميل. قبل ما احل السؤال انت طبعا خدت بالك من كلمة tomorrow اللي هي بكرة، فانت قلت لي بكرة دي يا مستر future يعني مستقبل. حلو. ايه ده يا مستر؟ ما هو كلهم اصلا future، كلهم مستقبل. تمام كده. وارجع بقى الفيديو شرح الفيوتشر المستقبل كله، انا شرح الكلام ده كله. حلو. بس احنا عايزين ننجز. الانجاز في ايه؟ بص اكتب معايا بالله عليك الملحوظه دي. انت لو لقيت كلمه باي اهو، بص يا سيدي، لو انا لقيت كلمه باي دي لو جه بعدها حاجه من اتنين، اما هتلاقي بعدها past time. يعني ايه بقى؟ وقت ماضي. وقت فين؟ في الماضي اهو. خلاص. زي مثلا ايه؟ yesterday. طبعا يعني كلمه yesterday امبارح. زي مثلا ايه؟ 2019 اهو 2019. هعمل ايه؟ بص هتاخد هناك ال past perfect. مين ال past perfect ده؟ اللي هو الماضي التام اهو. ال past perfect اللي هو اهو past، تمام، perfect اللي هو زمن مين بقى؟ اللي هو زمن الماضي التام. حلو. اللي هو كان بيتكون من ايه؟ جدع، الله ينور عليك، اللي هو had بلس حاجه من اتنين، اما بي بي اهو، ده طبعا كده ايه؟ اكتف، وبرده شارحينه على عندنا هنا في التشانل، او بن والبي بي ده كده ماله؟ ده باسيف، ده معلوم، ده مجهول. يعني ايه؟ انا كلت صح يبقى I had eaten. طب الاكل اتاكل صح يبقى had been eaten. بس. وخش بقى على الفيديو بتاعه. طيب جميل يا مستر. طب انا لو لقيت باي دي بعدها future time اهو، يعني ايه بقى؟ وقت في الفيوتشر، في المستقبل. ماله يا مستر؟ زي ايه؟ زي مثلا قلنا tomorrow، زي مثلا next، وهكذا. او مثلا 2030 اللي هو 2030. حلو. هعمل ايه؟ خد حاجه من الكلام ده اللي هو ايه بقى؟ قال لك هتاخد الفيوتشر بيرفكت برضه، بس هنا فيوتشر يعني ايه يا مستر؟ يعني مستقبل تام. طب بيتكون من ايه المستقبل التام ده لا مؤاخذه؟ قال لك اهو will، بعده هنا have بلس حاجه من اتنين، يا بي بي يا بن والبي بي بس. طيب يبقى انت هنا انا لخصت لك will have بي بي active يعني معلوم، will have been بي بي passive مجهول. انا هاكل I will have eaten. طب الاكل هيتاكل will have been eaten. بس كده. نرجع يلا السؤال بتاعنا. يلا نرجع السؤال. انت عندك هنا ايه بقى؟ اهو تعالى هنا كده في السؤال بتاعك فوق، انا عندي كلمة باي. خلاص السؤال اتحل. بس يبقى انت كده هتاخد ايه؟ اما ايه will have fixed او دي will have been fixed. طب يلا نقرا السؤال. ما تقلقش، التليفون هو اصلا هي كلمة fix يصلح. طب التليفون سوف يصلح ولا التليفون سوف يتم تصليحه؟ هيتم تصليحه. يبقى دي معلومه ولا مجهول؟ دي كده باسيف مجهول. يبقى طبعا هنا هاخد يبقى will have been will be. يبقى هتبقى دي اخر واحده، وطبعا دي كده هتبقى غلط. بس كده. وكده بقى يبقى خلصنا السؤال بتاعنا النهارده الجميل اللي انت لقيته سهل. استنى بقى الفيديو الجاي في سلسله اسئله ثانويه عامه عجز عنها الطلاب. سلام.